ازي صحتك يا حبيبي؟ تقول ايه؟ كله تمام الحمد لله. تقول ايه على الكلام اللي قاله مستر فيرا على حضرتك وبيهديك الفوز؟ طبعا يعني انت من شويه المراسل قال لك انه المدرب محترف ومحترم. بطبيعه الحال انت عارف ان انا ما عنديش حاجه ولا قهوه ولا كافيه ولا حاجه غير البيت والنادي. حلو التعبير ده، حلو التعبير ده. بحب اتفرج على التمرين وخاصه لجنه الكوره. لما جت قالت لازم تبقى موجود عشان لو في اي مشكله الراجل يحكيها لك او يتكلم عليها. الراجل احنا قعدنا معاه قلنا له احنا جايين نساندك ومش عايزين حد يخش في وسطينا يقول ان احنا جايين نفرض عليك حد. احنا مش هنفرض عليك اي حد، احنا جايين نساندك، ولما نساندك وانت تنجح احنا بالتالي ننجح، لان احنا كلنا اولاد نادي الزمالك. يعني حماده امام مش عايز منظره ولا الكابتن ابراهيم يوسف ولا ايمن يونس ولا حازم امام ولا برجيله ولا احمد ناس عمالقه نادي الزمالك. كابتن حماده امام احنا مش جايين عشان نكبر، ولا احنا جايين نساند نادينا. الفتره ديت حصل شويه حاجات الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، وخاصه هو لما كان في الامارات بيخلص الاقامه بتاعته، ناس كتيره قالت لا ده لازم يمشي ومش راجع وعامل دعوه ومش راجع. انت عارف الاقاويل كتيره. كان مجلس الاداره عند حسن الظن معانا ان لازم نستنى الراجل دوت، لانه بدا فتره الاعداد وبدات اللعيبه تاخد عليه وتحبه ويحبها، وبعدين هو عنده حاجه مش موجوده في مدربين كتير. العلاقه بينه وبين المدرب مش علاقه كره قدم بس او تمرين في الساعتين بس، لا، علاقته باللاعبين من قبل بالتمرين وبعد التمرين وفي نص التمرين، يعني ناحيه سيكولوجيه جميله يعني. فكلنا اتفقنا على ان احنا نستناه. حتى اما استنيناه ربنا كرمنا بان يظهر في الصوره كابتن اسامه نبيه وايمن طاهر وحماده انور واحمد السيسي وسعيد الطيار، كلهم اجتمعوا على ان هو مش موجود، احنا نشتغل مع بعضينا عشان ننجح. وفعلا نجحوا الناس ديت، واحنا فضلنا وراه لغايه لما الحمد لله يطلع واحد يقول لك ايه، اصل الزمالك بيلعب في مجموعه ضعيفه، اصل الزمالك الفرق اللي بتلعب قدام منه بيكسبها بالعافيه. احنا دلوقتي عندنا 13 مباراه الراجل كسبها وجاي ب 37 هدف وجاي في الفريق دوت، المفروض نقول له. واول مره في التاريخ من فتره كبيره ان ربنا سبحانه وتعالى لما يرضى عليك يطلع لك مجموعه تنجحك. فاحنا عندنا حوالي 16 واحد عندهم خبرات دوليه وافريقيه وكانوا ناس محترفين في انديه بره، وبعدين عندنا مجموعه طلعت من الناشئين دخلت في الكبار بقت زيهم وقريبه منهم، وعندنا مجموعه كمان من قطاع الناشئين من عندك الدكتور محمود سعد ربنا يشفيه ويكرمه ويرجع لبيته ونجيب احسن حاله ان شاء الله. امين. فعندنا دلوقتي في حدود 28 لاعب على اعلى مستوى. انا بحضر التمرين بوشوش بقى عيد عبد الملك ما يبوسش لما تزعل من مدرب وما يلعبكش وما تكشرش. محمد ابراهيم يزودها شويه اكلمه في ودنه. اسمه ده حماده طلبه مش عارف زعلان عشان ما قبضش فلان الفلاني، يعني انا ايه من غير هو ما يشعر بقعد في التمرين يجي يسلم عليا اخد ده على في ودنه، اجي اكلم دوت اعمل دوت، والراجل انا معاه في كل وقت وهو للجهاز. انا ما بساعدش مستر فيرا، انا بساعد نادي الزمالك. نادي الزمالك ليه فضل عليا من 55 سنه، انا عايش في نادي الزمالك 55 سنه. كابتن ابو رجيله خليني اقول لك يعني على الكلمه اللي حضرتك بتقول 55 سنه، انت مثال محترم للناس الاوفياء لنادي الزمالك. دايما الحقيقه كلامك عن نادي الزمالك ومساندتك مش مع فيرا بس، مع كل الاجهزه اللي بتبقى متواجده. ما ينفعش انا اتمنى السؤال اللي جاي لحضرتك يعني تصارحني علشان عايز انفرد هنا في البرنامج. اكيد حضرتك عارف الكواليس داخل نادي الزمالك. عندنا دلوقتي في 4-5 لعيبه بيجددوا. مين اللي حضرتك شايف اتحسم موقفه تماما انه هيبقى موجود في نادي الزمالك، سواء صبري رحيل، احمد جعفر، احمد سمير، احمد حسن اعتقد؟ شوف احنا من شهرين مستر فيرا قال جددوا مع دولت. احنا سيبنا الموضوع للدكتور عبد الله جورج سعد، وصل معاهم لماديات، ومن قيمه اسبوع بالظبط وصل الموضوع والناس وافقت عليه. 2 بس قالوا نستنى شويه، احمد حسن واحمد سمير قالوا نستنى للاخر وال3 التانيين موضوعهم محسوم بس ما فيش ماديات. اول ماديات هتخش النادي اللعيبه اللي ليها فلوس متاخره
زائد اللعيبه اللي احنا هنجدد معاها، اللي هم الثلاثه صبري وابراهيم صلاح. يعني على مسؤوليتك حضرتك، على مسؤوليه حضرتك الخمسه اللي قلت اساميهم كلهم هيبقوا موجودين في نادي الزمالك باذن الرحمن، باذن الرحمن. مفيش مشكله غير الماديات، وانت عارف مصر ما عندهاش ماديات، يعني مش نادي الزمالك بس، كل الانديه الكبيره دي حقيقه طبعا. عندنا مدربين كتيره ما قبضتش، وعندنا قطاعات كتيره ما قبضتش، لكن الفلوس والله العظيم بيخش 10 مليون. الله يرحمك يا كابتن ياكل، ربنا يسكنك الجنه، كان يقول لك المليون اتهزق، ما تلحقش تاخد نفسك من 10 مليون يجوا ازاي بيتوزعوا على كل الناس. ربنا يا كابتن الظروف اللي موجوده، لكن ان شاء الله وباذن الله انا كنت مع ممدوح بيه على الهوا امبارح بانه هيخلص المجموعه دي خلال الاسبوع ده باذن الله. وبعدين الناس يقول لك متمردين، كل الناس موجوده، والراجل مدي ل3 4 اجازه، هيبتدوا بكره التمرين اللي هو احمد حسن وصبري وعبد الشافي عشان الاجهاد اللي عملوه الماتش اللي فات. كابتن ابو رجيل، انا طبعا يعني خليني اقول لحضرتك الكلام اللي انت قلته معانا ده كلام مهم جدا. احنا بنشكرك على تواجدك معانا في اخبار